السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفزني جدا البيان بتاع الاتحاد الفلسطيني والأخ جبريل رجوبي اللي هو رئيس الاتحاد الفلسطيني، اللي هو حاطط بيندد وبيشعر بالخوف والفزع على وسام، وإن هو بيتعرض لحملة شعواء من جماهير الأهلي ومن النادي الأهلي. يا أخي احترموا نفسيكوا يا أخي. يا أخي بدل ما تقول له يحترم تعاقداته وعامل عقد لغاية سنة 29، هو انتوا لا كده لا مبدأ ولا ملة ولا ليكوا كتالوج. يا اخي ضيعتوا اصلا، انتوا اصلا ضيعتوا فلسطين. يا اخي وسام دوت الدنماركي لا شافكوا ولا يعرفكوا. الاهلي اللي عمل له ورق، الاهلي اللي لمعه ما كانش يسرق تعريفه، كان بيلعب في الدنمارك في درجه تانية. بدل ما تقولوا شكرا للاهلي، خليت لاعب اديته صفة فلسطيني، وانا بطالب ادارة الاهلي ان ترفع عنه هذه الصفة والدولة المصرية ترفع عنه هذه الصفة. انتوا بالظبط عاملين زي عندما، لان انتوا لا مبدأ ولا ملة. يا اخي شوفوا البلد اللي ضيعتوها، شوفوا الدنيا اللي خربت، شوفوا الشعب اللي بيموت، شوفوا البلد اللي انتهت بسبب تخلفكم الاداري وفكركم العقيم وضياعكم. انتوا اصلا اكبر عدو للدولة الفلسطينية. اعرفوا ان انتوا ضيعتوا دولة وتاريخ عريق، ضيعتوا شعب كل يوم بيموت بالالاف بسبب غبائكم الاداري، بسبب تعاملكم المتخلف. وسام قول له يحترم نفسه، قول له يحترم نفسه، بدل ما طالع بتندد وتشعر بالقلق من اجل وسام ومش شاعر بموت الفلسطينيين يوميا بالالاف. يا اخي احترموا نفسكم، غرور داهيه.